متخيل ان حسن الامام اللي بقى مخرج الروائع كان ممكن يشتغل كاتب روايات بدل ما يخرج افلام؟ وده غير ان عنده القاب واثار محدش يعرف. افلامه خلت الجمهور يعشق السينما. في الحلقه دي هنعرف ازاي بقى شيخ المخرجين واسرار محدش يتخيلها عنه. انا مريم محمد وده برنامج اسرار نجوم العرب. حسن الامام المخرج اللي خلى الميلودراما تبقى فن، ومن اول فيلم ليه الجمهور وقع في حب اسلوبه المميز. بس ورا الكاميرا حسن الامام عنده حكايات واسرار تخليك تشوفه بنظره تانية خالص. في الحلقه دي هنتكلم عن القابه واخطر الافلام اللي قدمها واغرب حاجه عملها عشان يبقى الافضل، وكمان الجوائز اللي اثبتت انه فعلا شيخ المخرجين. حسن الامام اتولد سنه 1919 في مدينه المنصوره، وكان بيحب الادب والروايات، وبدا يكتب قصص قصيره وهو عنده 16 سنه. سنه 1946 بدأ حياته السينمائية كمساعد مخرج مع يوسف وهبي، وتعلم منه أسرار الكاميرا وإزاي يحكي القصة بالصورة. في 1948 أخرج أول أفلامه ملائكة في جهنم، وقدر يخطف الأنظار بأسلوبه الدرامي القوي، ومن هنا بدأت مسيرته اللي خلته مخرج الروائع. حسن الامام عنده القاب كتير زي مخرج الروائع وشيخ المخرجين، وده بسبب اسلوبه المميز في تقديم الميلودراما والجوانب الانسانيه. اخرج اكتر من 100 فيلم، وده خلاه يبقى من اكتر المخرجين انتاجا في تاريخ السينما المصريه. فيلم الخطايا بقى علامه في السينما، وفضلت مشاهده واغانيه في ذاكره الجمهور لحد دلوقتي. حسن الامام كان ليه اسرار زي ادمان القراءه، كان بيحب الروايات العالميه، وده خلاه يحول قصص زي بين القصرين وقصر الشوق لافلام ايقونيه. تاني حاجه الهوس بالموسيقى، كان بيهتم جدا بالموسيقى التصويريه في افلامه، وبيعتبرها جزء لا يتجزأ من القصه. العلاقه مع نجيب محفوظ، رغم ان نجيب محفوظ كان معترض على بعض التعديلات اللي عملها حسن الامام في رواياته، لكن الجمهور حب الافلام دي واعتبرها علامات في تاريخ السينما. هواياته، كان بيحب السفر وزياره الاماكن التاريخيه، وده خلى افلامه تبقى غنيه بالتفاصيل والصور المبهره. حسن الامام حصل على جوائز كتير، منها جائزه الدوله التقديريه للفنون سنه 1976 عن مجمل اعماله، وسام الفنون والعلوم من الدرجه الاولى تقديرا لمشواره الفني. جائزه افضل مخرج عن فيلم الخطايا من مهرجان القاهره السينمائي، تكريم خاص في مهرجان الاسكندريه السينمائي الدولي عن مجمل اعماله. كمان جائزه افضل سيناريو عن فيلم قصر الشوق من مهرجان دمشق السينمائي. اهم المشاهد في حياه حسن الامام، اول حاجه مشهد المواجهه في فيلم الخطايا، المشهد اللي جمع بين عبد الحليم حافظ ومديحه يسري بمشاعر متناقضه بين الحب والغضب، وده خلى الجمهور يعيش معاهم اللحظه. تاني حاجه ثلاثيه نجيب محفوظ، اخرج بين القصرين وقصر الشوق والسكريه، وقدر يحول الروايات دي لافلام تخليك تحس انك عايش في الحاره المصريه. تالت حاجه بقى المراه في افلامه، كان بيهتم بابراز معاناه المراه في افلامه، وقدم شخصيات نسائيه خالده. حسن الامام كان دايما بيحب يشتغل مع نجوم زي فاتن حمامه وشاديه وسعاد حسني، وده خلى الجمهور يحس ان افلامه دايما فيها نجوم الصف الاول. اما بقى عن علاقته بشاديه، كانت مليانه كواليس، خصوصا في افلام زي زقاق المدى اللي اعتبرها الجمهور علامات في مشوارها الفني. حسن الامام رحل عن عالمنا في 29 يناير 1988 بعد مشوار فني طويل مليان ابداع ونجاح، وده كان خبر حزين لكل جمهوره. رغم رحيله افلامه لسه بتتعرض في القنوات، وشخصياته بقت ايقونات، وده خلى الجمهور يفضل فاكر انه لسه موجود. ودي كانت حكايه حسن الامام، المخرج اللي خلى الميلودراما تبقى فن، واللي اثبت ان المخرج الحقيقي هو اللي يقدر يعمل افلام تفضل في ذاكره الجمهور. قول لنا ايه اكتر مشهد حبيته لحسن الامام؟ شاركونا في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الحلقه الجايه.